اتكلمتي مع ربنا النهاردة ولا لأ؟ أي علاقة في الحياة بيجيلها وقت وبتنتهي، سواء علاقتك بأي أشخاص، بالأشياء اللي انتي بتمتلكيها، سواء موبايل، عربية، بيت. ممكن كل العلاقات ديت بيجيلها يوم وبتتغير وبتنتهي، بيكون ليها مدة صلاحية. بس اوعي علاقتك بربنا تتأثر، أو تقعدي كذا يوم من غير ما تتكلمي مع ربنا. كلامك مع ربنا ده ليه أشكال كتير قوي، ممكن عن طريق الذكر، ممكن عن طريق انك كأنك بتتكلمي مع واحدة صاحبتك بشكل فضفضة، ممكن عن طريق دعاء، ممكن عن طريق قرآن. المهم انك ما تفوتيش يوم غير لما تتواصلي مع ربنا. اصحي الصبح واسألي نفسك السؤال ده، مهم جدا جدا. انا النهاردة هتواصل مع ربنا ازاي؟ النهاردة انا هتكلم مع ربنا ازاي؟ وسيبي هي الرسايل هتجيلك كده والإجابات هتجيلك في قلبك. بس انتي لما أول ما بتصحي بتطلقي كده أسئلة كده للكون، ده بيساعدك أكتر إن انتي تبقي في تواصل مع ربنا، وفي تواصل مع الكون، وفي تواصل باستمرار مع رسائل ربنا اللي بيبعتها لنا. ممكن التواصل ده يكون بمجرد حاجة بسيطة جدا بدون أي مجهود، إنك مجرد تحطي نية في قلبك إن العمل اللي هتعمليه دوت يكون خالص لوجه الله. اوريدي بمجرد إنك حطيتي النية دي في قلبك، الكونكشن بينك وبين ربنا حصل. مش لازم نحط في دماغنا إن أنا هبذل مجهود وهفضي جزء كبير قوي من يومي، ولازم أبقى قاعدة لوحدي ونعمل طقوس كتيرة قوي قوي علشان خاطر إني أتواصل مع رب العالمين. ده ممكن بأقل المجهود، وفي أقل وقت ممكن يحصل الكونكشن دوت ونغذي الروح اللي جوانا.